ركزوا. هو ايه اللي بيحصل في السودان؟ اللي بيحصل في السودان حاليا لا يقل أهمية عن اللي بيحصل في غزة. لحد دلوقتي 10,000 حالة اختطاف في السودان. Millions of people have died and become homeless in Sudan. They need our help urgently. ملايين الناس نزحوا، تركوا أراضيهم، تركوا بيوتهم وأهاليهم. الإعلام مو قادر يغطي السواليف هذه. السودان عايشين في مجازر بقالهم أكتر من 8 شهور من حوالي يوم 15 إبريل. غزة والخرطوم ألم متشابه، قتل وتهجير وحصار ومجاعة وتدمير. 20 million people, 42% of the population are facing hunger. يا بلاد الوطن العربي، يا بلاد الإسلام، الحقوا نساء السودان. يا جماعة السودان بيعيش فترة صعبة جدا دلوقتي. ملايين الناس اتهجروا وفقدوا بيوتهم وحياتهم وكل حاجة. البلد هناك بوضع صعب جدا. الشارع قطع والجدار اتكسر، البيوت، الناس مات. السودان هلا حاليا عم تغرق بالدم، عم تغرق بالدم السودان، وما حدا داري عنا ولا سائل عنا. يا رب جمع شملنا، يا رب عرب ومسلمين وكل اللي موحدين، اجعلنا أمة واحدة، فللوحدة مشتاقين.